موقف من العقيدة، هذا حق ولا تكليف؟ حق ولا واجب؟ سؤال مهم وكبير. إذا كنت تظن أنه واجب أنت غلطان، كما يظن للأسف معظم المتدينين مسلمين وغير مسلمين. لا 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 لا، الموقف من الدين حق، من حقي، من حق الإنسان يتدين وبالدين اللي بده إياه، ومن حقه أن يبقى بلا دين، من حقه أن يكون ربوبيا طبيعيا أو ملحدا نافيا أو من حقه هذا، انتبهوا. والإسلام كفل له هذا الحق. هنا دخلنا في مسألة فلسفية في غاية العواصة. ما هي؟ على أي أساس استند التشريع الإسلامي، القرآن العظيم نفسه، طيب مش التشريع بس بالمعنى الفقهي، حين أعطى الآخرين الحق أن يحيوا وأن يوجدوا وأن يعيشوا وافرين بعقائدهم أيا كانت، عقائد شركية تثليثية إيش ما تكون، ثانوية. المجوس مش ثانويون؟ ثانويون. الله قال والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذه آية الاجتماع الديني في سورة الحج، أنا أسميها آية الاجتماع الديني. وطبعا الصحابة تقريبا اتفقوا على أن المجوس يعاملون كاليهود والنصارى وتعقد لهم الذمة. ويروى عن رسول الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. حديث في السنن هذا عجيب. والمجوس ثانوية، يعني بيآمن إيه؟ بالله وبالشيطان استغفر الله العظيم. بيآمن بإله النور وإله إيش؟ الظلام. هذه يعني بالإله وبالشيطان، جعل الشيطان ندا لرب العالمين. مش معقول، كلام فارغ، هذه فلسفة فارغة، لكن هذا دينهم.